السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب جميعا ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهاردة ما عنديش بقى حاجة في المطبخ هصورها ولا هعمل غدا. النهاردة كان الغدا سمك مشوي من بره جاهز رز وسلطة كده. ما عملتش حاجة، يعني يعتبر النهاردة يوم الاجازة والرحرحة. فبعد الغدا بقى كله نام. السمك بيخلي البيت كده يجيله حالة خمول، مش عارفة ليه. فقمت بقى كده فتشت في التلاجة، لقيت عندي فراولة وعندي جوافة. قلت لازم اعمل لهم حاجة افوقهم بيها وافرفشهم ونعنشهم وكده. كان عندي كمان الكيكة اللي كنت عاملاها ونزلت لكم الفيديو بتاعها، شوفوه بقى كده على القناة. كانت كيكة حلوة جدا، وكانت كيكة برتقال كان طعمها تحفة. طبعا انا مش جايه اقول لك ازاي نعمل عصير النهارده ازاي، يعني انا حبيت النهارده ان انا دردش معاكم بس كده، واعمل فيديو كده دردش معاكم. بصوا يا جماعه، في ناس سالتني على الهاند بلندر ده وكنت عامله عنه ريفيو، بجد تحفه. اللي عايز يجيبه ده فريش، انا جايباه من على متجر فريش. حلو جدا جدا يا جماعه، وانا بستخدمه بقالي 6 شهور ما فيهوش الحمد لله اي عيوب، وجميل. ومن مميزاته ان انت يعني معاه الكبه الكبيره وكبه صغيره، مضرب البيض والذره اللي هو اللي هتشوفيه دلوقتي معايا، ومعاه الهاند بلندر اليدوي جي، فحلو قوي. الكبه الكبيره بعمل فيها اللحمه، على فكره بفرم فيها لحمه جميله بصراحه. مره كده هفرم معاكم اللحمه وانا بصور. من مميزات بقى السلاح ده ان انت بقى بتشتغلي بيه في نفس كده مثلا البوله اللي انت هتعملي فيها. يعني زي ما احنا كده بنضرب الفراوله، هتعملي طماطم مثلا تسبكيها في نفس الحله هتضربيها وتاخديها بس تصفيها في مصفى. هتعملي عدس نفس الكلام، مش هتروحي وتيجي، هتضربيه في نفس الحله وبعد كده تصفيه. لان انا من عدوة الحاجه اللي هي ما بتتصفوش، يعني بحب اصفي طماطم، اصفي عدس، اي حاجه. بصوا كده بعد ما ضربتها قوامها جميل، لان طبعا ما كترتش منها، حطيت كوبايه صغيره خالص اللي انتوا شفتوها. الجوافه برضو عشان تحافظي على الجهاز اللي انت بتشتغلي بيه لازم تقطعيها. انا هقطعها قدامكم بقى دلوقتي اهو قطع صغيره هوريها لكم. بصوا كده قطعتها قطع صغيره. هضيف لها برضو شويه الميه دول، كوبايه صغيره دي، وهحط لها شويه سكر وهنضربها. الفرق بين الجوافه والفراوله ان الجوافه لازم تتصفى بس كده، يعني بعد ما هنضربها هنصفيها من البذر. عايزه اقول لكم نصيحه على الماشي كده، والنصيحه دي بجد بعد يعني تجربه. يعني اوعوا تتعاملوا مع الناس يعني بتدخل، يعني ما تتدخليش في حياه حد، ولا حد يتدخل في حياتك. ما تحكيش اسرار بيتك لحد، ما تتصاحبيش، ما تقوليش ده فلان انا مش متوقعه منه، لا ده فلان ده جدع، او فلانه دي جدعه، لا ده عمرهم ما يعملوا معايا كده. لا والله بجد اللي انت بتقولي عليهم دول جدعان وما توقعش معاهم كده، هم اول ناس بيخونوكي ويضربوكي في ظهرك. عارفه امتى تعرفي البني ادم ده جدع وابن حلال واصيل؟ في الشده. اكتر حاجه تبين لك البني ادم الجدع في الشده. البني ادم اللي ما يتحملكيش وقت الشده ويجي عليكي، ده تعرفي ان هو مش جدع ومش اصيل وما ترباش في بيت اصيل. يعني ده تعرفي على طول ان هو بني ادم مش جدع ومش اصيل. البني ادم اللي يتحملك وقت الشده. على فكره انا وقعت في شده جامده جدا جدا جدا، وفي ناس حبايبي اتحملوني في وقت الشده. انا في ناس كنت بروح اعمل لهم، يعني من كتر ما انا مش قادره اتكلم كنت بعمل لهم بلوك ومش قادره اتكلم معاهم، يعني انا نفسيتي تعبانه. فاي مناقشه بيني وبينهم كنت اعمل بلوك لاي حد، كانوا بيجوا يصالحوني ويدوروا عليا. لكن في ناس طلعت خسيسة وقليلة أصل من أول ما وقعت في أزمة. بنوا على حقيقتهم. يوم ما حسوا ان انا ربنا اكرمني وفي مثلا يعني مصلحة عندي، رجعوا تاني وحبوا يكلموني علشان خاطر ايه؟ انا عندي مصلحة. تمام. الناس دي بعدوا عنهم، اوعوا تتدخلوا في حياة حد، اوعوا حد يتدخل حياتكم. اقفلوا بابكم عليكم جامد جدا جدا، وخلي حياتكم مغلقة كده، ما تعرفوش حد اسرار بيوتكم. ابعدوا عن الناس بجد، في ناس كويسة وفي ناس وحشة. بس الناس اللي هي تحسوا ان هي سابتكم في وقت الشدة، اوعوا تتعاملوا معاهم تاني، خاصة الناس اللي بتنقل الكلام. انا وقعت في شله كده بتنقل كلام، وناس بجد بيتكلموا على بعض وما زالوا بيقعدوا مع بعض. الغريبه ان هم لسه بيتكلموا على بعض من قريب وما زالوا بيقعدوا مع بعض. ربنا يبعدنا عنهم، واقفلوا على نفسكم بيوتكم. وده كان الفيديو بتاعي بس كده. ده كان فيديو النهارده، حبيت ان انا اقول النصيحه دي على الماشي. ربنا يبعد عنكم يا رب المنافقين والقعده اللي فيها لما كدابه يتكلموا عنك في ظهرك ويتكلموا عن غيرك علشان يكسبوكي ويكسبوا غيرك. ربنا يبعدكم عن اللمه الكدابه والناس المزيفه والقطاطين. القطاطين دول اللي سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له من القطاط يا رسول الله؟ قال لهم اللي بينقل الكلام من هنا لهنا. ربنا يبعدكم عنهم. وما تنسونيش بقى في لايك وشير، وباي باي حبايبي، بشكركم جدا.